الفيضانات اللي كانت متواجدة في المغرب خلاص الحمد لله قدروا يسيطروا عليها، وقدر ملك المغرب يتغلب على الفيضانات بمفرده بدون أي تدخل من البلاد المجاورة، البلاد الأوروبية. خلى العالم كله يعني ينبهر ويقف افتخارا بهذا الملك العظيم. طبعا لما تشوف شيوخ العالم العربي كلهم بيبكوا بعد رؤية ملك المغرب في القصر الكبير وفي طنجة، وقد ايه الشعب المغربي بيحب جلالة الملك محمد السادس حب كبير جدا جدا جدا، وبيدعيله بدوام الصحة وطولة العمر، علشان خاطر شايفين ان هذا الرجل من الرجال اللي القليلين جدا اللي بيحبوا بلدهم، على عكس مثلا البلاد العربية. تلاقي الملك بتاعهم او الرئيس او الامير او الحاكم البلاد، تلاقي في بعض من الناس مش حابينه، فده امر طبيعي. لكن لما تلاقي كل الشعب يجتمع على حب رجل واحد الا وهو حب جلالة الملك محمد السادس اللي من نسل الانبياء، اللي ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة اثبت لكل العالم ان هو قادر يخرج شعبه من كل الأزمات اللي متواجدة. فده حرفيا اترفع له قبعة، ده من الناس المحترمة اللي نفتخر بيها. طبعا سكان القصر الكبير وسكان طنجة يعني الحمد لله رجعوا لمساكنهم، ودي حاجة خلت الجزائر مش على بعضيها. طبعا في فيضان في الجزائر، لكن العالم كله دلوقتي مركز وحاطط انظاره مع المغرب، علشان خاطر عارفين ان المغاربة مش قاعدين ساكتين، عارفين ان المغاربة دايما بيفكروا في نجاحات، بيفكروا في حلول، بيفكروا ان بلدهم تبقى عمرانة بالخير دايما، ان بلدهم العالم كله يتحدث عنه. وده فعلا اللي المغاربة ما شاء الله بيعملوه، ما يكونش ناقصهم حاجة، ما يكونوش محتاجين اي حاجة، اكتفاء ذاتي ما شاء الله غير طبيعي. لكن الكارثة الطبيعية اللي حصلت في الفترة الأخيرة بالقصر الكبير وبطنجة دي حاجة يعني حاجة طبيعية جدا، كارثة طبيعية، وما كانش حد يعني يقدر يتدخل في هذا الموضوع. يعني كل اللي كانوا بيعملوه المغاربة إنقاذ سكان هذه البلدة اللي جت في وقت ما كانش فيها أي حد من البشر أو الحيوانات. حاجة غريبة، حاجة عجيبة، أول مرة نشوفها. فبصراحة ما تلاقي كده بلد كده خالية من السكان تماما، حاجة ملفتة وحاجة غريبة جدا جدا، وحاجة تخليك للوهلة الأولى تفكر هما الناس دي راحت فين. هو الملك محمد السادس قدر يحتوي كل سكان هذه البلدة فين، أو هذه المدينة فين؟ مدينة بأكملها يا جماعة، ما كانش متواجد عليها أحد. في عز الفيضانات جلالة الملك اتخذ قرارات فورية بإرسال طائرات الدرك الملكي وإرسال قوات الدفاع المدني، اللي رجال الدفاع المدني اللي بسم الله ما شاء الله كانوا يعني على قدر المسؤولية، وقدروا ينقذوا سكان القصر الكبير وسكان طنجة، يعني في مشاهد من المشاهد العظيمة جدا. حاجة من الحاجات اللي تخليك تبكي اصلا وانت بتشاهدها. هتشوف واحد بيضحي بروحه، بيضحي بنفسه، عارف ان هو سايب اسرة كاملة في رقبته زي زوجته او اولاده او احفاده او اي حاجة، وبيضحي
بكل ده بيضحي بعمره لإنقاذ شعب زي شعب القصر الكبير المغربي، ولا شعب طنجة المغربي. فدي حاجة من الحاجات اللي تبين لك مدى حبهم لوطنهم، مدى حبهم لملكهم، مدى حبهم لأرضهم وترابهم، وقد ايه ان هم عايزين ينقذوا. ده انقذوا بسم الله ما شاء الله يا جماعة حتى الحيوانات. حتى الحيوانات انا يعني بصراحة الواحد شاف المواقف، يعني انقاذ الحيوانات من القطط وعزكم الله الكلاب والماعز وما شابه ذلك من الحيوانات. فإنقاذ للطبيعة من عدم انقراضها. تخيل كده لو ما كانش رجال دفاع المدني مثلا ما كانوش أنقذوا الحيوانات كلها بأكملها، كان إيه اللي هيتم؟ كان هيحصل مشكلة وكارثة، كارثة كبيرة جدا جدا. انت متخيل ان ربنا خالق كل حيوان ليه فوائد معينة. احنا جينا في فترة من ايام، من واحد من التابعين كان كان في وقت كان في ناس بيقولوا او بيدعوا ان هم يقضوا على الحيوانات كلها من القطط ومش عارف ايه والكلام ده. ربنا شدد عليهم العذاب و... وصعب عليهم الدنيا. فرجال المغرب المؤمنين لما نقذوا الحيوانات من جميع بجميع انواعها، اكبر دليل يبين لك ان الحياة مستمرة، ان هم عايزين يبقى في حياة. وربنا ما بيخلقش شيء الا لما يكون فيه حاجة نافعة للإنسان. فربنا يكرم جلالة الملك محمد السادس ويجازيه عن المغرب خير الجزاء، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ينصره على من يعاديه. المغاربة تعبوا كتير وعانوا كتير وتحاربوا كتير. احنا بنشوف الجزائريين دايما عمال على بطال يتكلموا على المغرب، دايما بيذكروا المغرب بأبشع الصفات، مستكترين نجاح المغرب، ويقول لك هم دول المغاربة اللي العالم كله مفتخر بيه. اتفرج مش عارفين يسيطروا على الفيضانات. طب وانت اصلا، طب ما الفيضان دي كارثة طبيعية، انت نفسك ما قدرتش تعمل معاها حاجة، ودي حاجة محدش يقدر يعمل معاها حاجة. لكن هو كل اللي يقدر يعمله في الوقت ده هو الدعاء لشعب المغرب وإنقاذ شعب المغرب بكل يعني بأقصى طريقة وأقصى سرعة. فالحمد لله تمت على خير، وعودة حميدة لسكان القصر الكبير إن شاء الله، وربنا يسترها على شعب المغرب العظيم، شعب المغرب المحترم، جلالة الملك محمد السادس. ربنا يوفقه فيما في المسؤولية الكبيرة اللي هو شايلها ويقويه عليها. كان الله في العون لهذا الملك العظيم.